اختر وظيفة تحبها ولن تحتاج للعمل يوما واحدا في حياتك. كونفوشيوس. طول عمرنا بنسمع ان اللي عايز يوصل لاهدافه لازم يبقى عنده اراده حديديه ورغبه مشتعله وبينام يحلم كل يوم بالهدف بتاعه، ومع ذلك كتير جدا مننا عنده اهداف بيحلم يحققها ونفسه يوصل لها بس ده مش بيحصل. وفي نفس الوقت بنلاقي اننا بنعمل تقدم رهيب جدا في حاجات مش فارقه معانا اصلا، زي الجيمز اللي بنحبها او الرياضه اللي بنلعبها بغرض التسليه. في كوت شهيره بتقول: الرجل الذي يحب المشي سيصل لمسافه ابعد من الرجل الذي يحب الوصول. الشخص اللي بيحب المذاكره هيجيب درجه اعلى من اللي نفسه يطلع الاول، والراجل اللي بيحب التمرين هيعمل عضلات اكتر من اللي حلم حياته انه يبقى فورمه. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، والمقدمه دي كان ليها هدف واحد بس، وهو انك تعرف انك لازم تحب الرحله حتى لو نفسك في الوصول. واحد، لانك لو ما حبيتش الرحله انت بتقلل كتير جدا من فرصك في الوصول، وده لانك مش هتقدر تبذل 100% من طاقتك في حاجه انت مش بتحبها. اتنين، لانك لو ربطت سعادتك وانبساطك بتحقيق الهدف فانت هتفضل متكرر في 99 و99% من الوقت، يعني مش هتتبسط غير في لحظه تحقيق الهدف، اللي بالمناسبه مجرد ما تحققه هيبقى شيء عادي بالنسبه لك، وهتحط هدف تاني ابعد. يعني هتفضل متضايق ومخنوق ومتقدر طول السنه عشان تتبسط يوم النتيجه، وبعد ما اليوم يخلص هترجع متضايق تاني عشان مذاكره السنه الجديده. 3، لان الرحله غالبا مختلفه قوي عن الوصول. انك تبقى فورمه معناه جسم حلو وصور على الشط ولبس لايق عليك، بس الرحله اللي هتوصلك للهدف ده فيها تمارين ممله واكل طعمه مش حلو والتزام صارم. انك تبقى دكتور كبير معناه نجاح وشهره وفلوس وشغل في مستشفيات كبيره وطلوع على التلفزيون، بس الرحله اللي هتوصلك للهدف ده فيها سنين من المذاكره والتدريب والسهر والبيات في المستشفى وفحص الاف العيانين بنفس الطريقه الممله ومئات من المشاكل والخناقات وحوادث ما تتعدش. فلو فاكر ان حب الوصول كفايه فانت لسه ما تعرفش اي حاجه عن الرحله اللي مستنياك. عشان كده في فيديو النهارده هقول لك ايه اللي انا بعمله واللي انت كمان ممكن تعمله عشان تحب الرحله من غير ما تتجاهل الوصول، او من غير ما تنسى الهدف الاساسي اللي طلعت الرحله عشانه. واحد، لازم تعامل الهدف على انه توجه عام او جنرال جايد لاين، بالظبط زي لما تقول انا هسافر اصيف في اسكندريه، مش بيبقى قصدك انك هتركب قطر من بلدك لاسكندريه بعد كده من اسكندريه تركب قطر تاني البلد. انت مش رايح تفعل تشيك بوينت في اسكندريه، مش رايح تسجل حضورك، انت رايح تستمتع بالبلد، رايح تشوف كل مكان فيها وتتبسط بالايام، رايح تعيش الرحله بكل تفاصيلها، تستمتع بطريق السفر وبالمكان اللي هتسكن فيه، تزور القلعه والمعالم السياحيه، تاكل كبده وسكالانس وفريسكا وسمك، تنزل البحر وتقعد على الشط، تروح مكتبه اسكندريه تلف في وسط البلد والشوارع، تروح القلعه او حديقه الاسماك او المنتزه. السفر لاسكندريه بيبقى تجربه كامله عايز تعيشها، مش مكان محدد هتدخله وترجع على طول. نفس الكلام بالنسبه للهدف بتاعك، انك تطلع الاول على الدفعه هو مجرد مسمى مختصر للرحله، لان الهدف الحقيقي هو انك تعيش تجربه الترتيب على الدفعه، حضور المحاضرات والسكاشن، المذاكره كل يوم، المراجع الكبيره، الاهتمام الشديد، وان الدراسه تبقى اولويه في حياتك. كل ده جزء من تجربه الترتيب على الدفعه. اتنين، لازم تفكر نفسك دايما بانك بتعمل ده عشان انت عايز مش عشان مضطر. بدل ما تقول لنفسك انا محتاج اذاكر، انا محتاج اروح الجيم، انا محتاج اكل سلطه، خليها انا عايز اذاكر، انا عايز اسمع المحاضره، انا عايز اعمل التاسك المطلوب مني. ولازم تبقى مقتنع من جواك بالحقيقه دي، انت مش بتروح الجيم عشان لازم تروح، محدش بيجبرك انك تتمرن، ولو رحت سحبت اشتراكك دلوقتي محدش هيهتم ولا هيفرق معاه، محدش هيقول لك ليه عملت كده. انت بتروح الجيم عشان انت عايز تروح الجيم، انت اللي رايح تدفع فلوس وتبذل مجهود عشان خاطر تمرن عضلاتك وتحسن صحتك، عايز تهتم بجسمك، ده اختيارك الشخصي ومحدش اجبرك عليه. لما تفكر نفسك دايما بان الفعل ده مش مطلوب منك، مش حاجه انت مجبر عليها، لا ده حاجه انت مختارها بمزاجك ورفاهيه مش موجوده عند كل الناس، هتلاقي نفسك مستمتع اكتر بكتير. ما هو انت بتعمل ده باختيارك ولنفسك مش لحد تاني. 3، حاول تعمل اللي عليك باكتر طريقه ممتعه بالنسبه لك حتى لو ما كانتش اكتر طريقه فعاله. هستخدم مثال الرياضه تاني لانه سهل بس ممكن تطبق ده على اي حاجه في حياتك. لو عايز تبقى شخص رياضي وعايز تاخد الفوائد الصحيه لتمرين الكارديو زي انك تخس شويه او تمرن عضله القلب او اي فايده تاني للتمارين الهوائيه، اغلب الناس هتدخل على جوجل وتكتب ما هو افضل تمرين كارديو، فلنقل ان طلع لك الاتي: احسن تمارين كارديو بالترتيب هي الجري في الشارع ثم العجله ثم الجري على التريدميل ثم السباحه. بس انت بتكره الجري في الشارع، بتلبس الكوتشي وانت مش طايق نفسك وبتستنى ال 3 كيلو اللي هتجريهم يخلصوا عشان تركب تاكسي وتروح البيت على طول، وفي نفس الوقت بتكره العجله، بتوجع لك ركبك وليك معاها ذكريات سيئه من ايام الطفوله لما عملت حادثه او كلب عضك وانت راكب العجله، لكنك بتحب التريدميل وبتستمتع بالجري عليها وانت بتتفرج على حلقه من مسلسل، وبتعشق حاجه اسمها سباحه وممكن تقعد ساعتين في البحر او في حمام السباحه من غير ما تحس بالوقت او من غير ما تزهق. تفتكر في وضع زي ده ايه نوع الكارديو اللي المفروض يقع عليه الاختيار؟
اختيار. على الورق فالكارديو المثالي هو الجري في الشارع او العجله، بس في التطبيق العملي الاختيار ده هيبقى اختيار فاشل، وده لانك مش بتحبه ومش بتستمتع بيه. فمن كل 3 تمرينات هتفوت تمرينه او 2، وحتى لو التزمت بالتمرين فالحافز بتاعك هيبقى ضعيف ومش هتقدر تجيب اخرك. ولو قلنا ان عندك اراده حديديه وهتقدر تجبر نفسك، فانت هتبقى كاره حياتك في كل مره بتلعب فيها كارديو، وده عكس الهدف بتاعنا تماما. على الجانب الاخر لو اخترت اي نوع كارديو ممكن ما يكونش مثالي قوي على الورق، بس انت بتحبه زي التريدميل او السباحه، فانت هتبقى متحفز جدا انك تتمرن كل يوم، وصعب انك تفوت تمرين، وهتجيب اخرك في التمرين لانك بتعمل حاجه بتحبها. والاهم هو انك هتحس بمتعه حقيقيه وانت بتتمرن، يعني التمرين هيبقى مصدر للمتعه بالنسبه لك، مش حاجه بتعملها عشان تستفيد بس. لو عايز تتفرج على محتوى عن تنظيم الوقت والانتاجيه والمذاكره ممكن تقرا كتب ممله او تسمع محاضرات مش بتحبها، وممكن برضو تعمل سبسكرايب للقناه هنا عشان يوصلك نفس المعلومات ونفس المحتوى بس بطريقه ممتعه ومسليه. نفس المبدا ممكن تطبقه في اغلب جوانب حياتك. وصحيح العلم بيرشح الاكتيف ريكول والسبيسد ريبيتيشن كطريقه مثاليه للمذاكره، بس لو انت بتكره الطرق دي وبتزهق منها وفي المقابل بتحس بمتعه رهيبه وانت بتذاكر بالورقه والقلم، يبقى دي طريقه المذاكره المناسبه ليك. العلم هنا مش هينفعك في حاجه، اختار الطريقه اللي بتحبها، لانك مش بس هتستمتع بيها اكتر، لا انت هتذاكر وقت اطول وهتقدر تبذل اقصى مجهود. ما تنساش ان الراجل اللي بيحب المشي بيوصل لنقطه ابعد من الراجل اللي بيحب الوصول. 4. لو مش قادر تعمل كل حاجه انت بتحبها، ممكن تربط كل حاجه محتاج تعملها بحاجه تانية انت بتحبها. مثال، انا عايز العب كارديو في البيت، في تمرينه معينه عايز العبها مدتها 30 دقيقه، بس انا مش بحب التمرينه دي قوي وساعات بزهق في النص وببقى عايز اوقف، فحطيت لنفسي قاعده اني مش هسمع اغاني المغني اللي بحبه اللي هو حمو الطيخه، بس ما تقولش لحد، غير وانا بلعب كارديو في البيت. انا مش بقول لك تعمل زيي او تسمع اغاني، انا بقول لك ايه اللي انا فعلا بعمله. مثال تاني، انا مش من الناس اللي بتحب تذاكر بالسماع، مش بحب اسمع محاضره، بفضل ان انا اذاكر من الكتاب او من التكست نفسه، بس ساعات للاسف بيبقى لازم اعمل ده، لازم اسمع ريكورد المحاضره عشان اعرف ايه اللي اتقال عندنا في الكليه. ازاي اقدر استمتع بنشاط ممل بالنسبه لي زي ده باني اربطه بنشاط تاني بحبه اللي هو المشي؟ بسمع المحاضره وانا بتمشى على كوبري البحر او الكورنيش او حتى في البيت، وبكده سماع المحاضره اتحول من نشاط ممل لنشاط ممتع، ببقى مبسوط وانا بعمله. 5. لو برضه مش لاقي اي طريقه عشان توصل لاهدافك بطريقه انت بتحبها، على الاقل دور على اقل طريقه بتكرهها. لو مفيش اي حل عشان تتجنب الالم، يبقى ندور على الطريق اللي فيه اقل قدر ممكن من الالم. يعني لو انت شخص بيحب الاكل وبيعتبره من متع الحياه، فلا شك ان الدايت هيبقى تجربه قاسيه بالنسبه لك، وايا كان النظام اللي هتمشي عليه فانت هتحتاج تحرم نفسك من بعض انواع وكميات الاكل. الفكره هنا انك تختار النظام الغذائي اللي بيسبب اقل قدر من الالم. يعني لو انت شخص بيحب الكربوهيدرات والعيش والرز والمكرونه جزء من حياته، فمش منطقي انك تختار دايت الكيتو. ولو انت شخص بيعشق اللحوم وبياكل فراخ كل يوم، فالدايت النباتي مش هيبقى مناسب ليك. لو مش لاقي اي طريق بتحبه، يبقى على الاقل اختار طريق مش بتكرهه. 6. مع اقتناعي التام ان التركيز على الهدف لوحده مش هيساعدك توصل، الا اني برضو عارف ومتاكد اننا محتاجين اهداف، محتاجين نحس ان في نقطه نهايه لكل حاجه بنعملها. عشان كده لازم تحط لنفسك اكبر عدد ممكن من الاهداف الصغيره، عن طريق انك تقسم الهدف الاساسي الكبير لاهداف اصغر. لو قلنا ان الهدف بتاعك هو انك تكون جرافيك ديزاينر شاطر، الهدف ده هدف كبير وبعيد، محتاجين نقسمه لاهداف صغيره. مثلا ان اخد كورس تعليم فوتوشوب، ان اعمل بروفايل على بيهانس، ان اقدم على اول بروجكت ليا كفريلانسر. وكل هدف من دول ممكن يتقسم لاهداف اصغر. دوره الفوتوشوب ممكن تتقسم للمحاضرات، بروفايل بيهانس ممكن يتقسم لعدد التصاميم المطلوبه. نفس الكلام لو انا بلعب بنش بريس بدمبل 20 كيلو وعايز اوصل لدمبل 40، كل دمبل بعدي عليه في رحلتي هو هدف بحد ذاته. يعني اول هدف ليا هو الدمبل 22 ونص، بعد ما اوصل له الهدف الجديد 25، بعدها الهدف الجديد 27 ونص، وهكذا لحد ما اوصل للدمبل ال 40 كيلو. عايز اقول لك اني بسجل كل تقدم حتى لو كان عدى واحده زياده بنفس الوزن، لان من غير التقدم الصغير ده عمري ما هوصل للهدف الكبير. اعمل ورقه في درج المكتب بتاعك او علقها على الحيطه بالاهداف اللي تم تحقيقها، وما تكتبش الاهداف الكبيره، لا اكتب الانجازات الصغيره. اكتب اسم كل محاضره خلصتها، كل شابتر راجعته كويس، كل كتاب اسئله حليته. خليها قدامك طول الوقت عشان تفكرك انك منجز وانك بتتعب وبتجتهد، وان النجاح مش بس في الوصول لاخر الطريق. 7. ما تقارنش رحلتك بحد، حتى لو كان الهدف بتاعك في جزء من السباق، زي انك عايز تطلع الاول على الدفعه او تبقى اكبر مستورد للخشب البرازيلي في مصر. كل ما قدرت تركز على نفسك وعلى تقدمك وعلى الجزء الخاص بيك من الرحله، كل ما قدرت تستمتع اكتر. وما تنساش ان كل واحد ليه نقطه بدايه مختلفه. في ناس هتبدا السباق وهي متقدمه عنك بكذا كيلومتر، ودي حقيقه مش هتقدر تغيرها. بلاش يبقى هدفك هو ازاي اقدر اكسب الوغد المحظوظ اللي اتولد لقى نفسه غني. حاول تتعلم منه ومن غيره، وتشوف ازاي تقدر تطبق اللي اتعلمته على رحلتك انت عشان تتحسن وتوصل اسرع. ركز مع نفسك عشان
تقدر تعيش كل تفاصيل الرحلة وتستمتع بيها. 8. افتكر دايما ان ربنا هيحاسبك على الفعل مش على النتيجة. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولو عملت كل اللي عليك في المذاكرة وما جبتش الدرجة اللي كنت عايزها او حتى شلت المادة، ربنا هيحاسبك زي بالظبط لو طلعت الاول على الدفعة، لان ربنا بيحاسب على المجهود اللي في ايدك مش على النتيجة اللي مالكش تحكم فيها. ولو عايز تقيس التقدم بتاعك يبقى لازم تركز على افعالك مش على النتيجة. لو عملت اللي عليك واجتهدت يبقى عاش واستمر حتى لو النتيجة طلعت وحشة. لو ما عملتش اللي عليك وقصرت يبقى لازم تحاسب نفسك حتى لو النتيجة طلعت كويسة. ما ينفعش تفرح بنفسك عشان نجحت بسبب ان حظك كان حلو، وما ينفعش تزعل من نفسك عشان فشلت بسبب ان حظك كان وحش. قيم نفسك على اساس افعالك وبس. 9. لو مش قادر تستمتع بالرحلة حط في بالك انك تاخد حد معاك، يفضل يكون حد بتستمتع بصحبته ويكون بيستمتع بالرحلة اكتر منك شوية. مثال، انا عايز اجري 20 كيلو متواصل، حسام صاحبي عايز يجري 20 كيلو متواصل، بس احنا الاثنين ما بنحبش الجري ومش بنطيقه وبالتالي بنكسل ننزل نجري. ممكن نتفق اننا نشجع بعض كل يوم الصبح ننزل نجري على الكورنيش، بكده بنزود فرصة اننا بنلتزم، والاهم اننا بنزود عنصر من المتعة للجري، والعنصر ده هو ان هبقى مع صاحبي اللي بحبه وبحب اقعد معاه، هنتكلم مع بعض في فترات الراحة، هنهزر من وقت للتاني في وسط الجري، هنخطط مع بعض ونحط برنامج للتمرين. الجري هيبقى نشاط ممتع مش عشان بحب الجري، لا عشان بحب صاحبي اللي بجري معاه. ده غير ان لما اشوف حد بيحب الجري ومستمتع بيه انا احس بالالهام، وممكن اخد بالي من جوانب ما كنتش شايفها في الاول، عشان لو في يوم من الايام حسام اتصاب او فقد الرغبة في الجري ما تلاقيش نفسك انت كمان قعدت في البيت، لا تقدر تزق نفسك وتنزل تجري حتى لو مش معاك حد. 10. سجل تفاصيل رحلتك. في مليون طريقة ممكن تعمل بيها ده، ومش لازم تبقى يوتيوبر او كاتب عشان تعمل كده. الفكرة هنا انك زي لما بتحتفل مع صحابك او معارفك لما توصل لحاجة او تحقق نجاح، ايه المشكلة انك تشارك معاهم احداث يومك العادية وانت في طريقك للهدف. مش لازم تستنى لما توصل ل 100 كيلو بنش بريس عشان تنزل ستوري، نزل ستوري بكل تمرينة، اتكلم مع زمايلك في المحاضرة اللي ذاكرتوها النهاردة، اكتب مذكرات سريعة كل يوم في 10 دقايق عن اهم احداث اليوم والتطورات او التقدم اللي حققته. ده هيساعدك تاخد بالك من لحظات كتير عدت عليك بسرعة وانت مركزتش معاها. 11. براكتس. زي اي حاجة في الدنيا كل ما اتدربت عليها اكتر كل ما مستواك بقى احسن. برضو كل ما حاولت تستمتع اكتر وانت بتعمل اي حاجة كل ما مهارة الاستمتاع وانت بتعمل الافعال الشاقة عندك هتزيد. مهارة انك تلاقي المتعة في افعال محتاجة منك مجهود. وعايز افكرك بحاجة برضو، اي حاجة في الدنيا بتبقى صعبة في الاول، واي حاجة صعبة جدا مش هتقدر تستمتع بيها. في ليفل من الصعوبة مطلوب عشان ما تحسش بالملل، بس لما تكون لا تفقه اي شيء في المجال بتاعك بيبقى صعب شوية انك تستمتع بيه. كمل واستمر وتحسن والمتعة هتيجي. واخيرا رقم 12، ما تستناش انك تستمتع عشان تعمل اي حاجة، مش بس عشان المتعة بتيجي قدام زي ما قلت من شوية، لا كمان عشان في حاجات لازم تعملها حتى لو مش هتستمتع بيها، المفاجأة، وحتى لو عارف ان عمرك ما هتستمتع بيها. وهنا انا بتكلم عن الواجبات. انت لازم تصلي وتصوم حتى لو مش حاسس باي متعة في الموضوع، لازم تقوم بمهامك العائلية مع والدك ووالدتك ومراتك وولادك حتى لو الموضوع مش مسلي تماما. في اوقات كتير بيبقى لازم تعمل الصح عشان ده اللي لازم يتعمل حتى لو ما فيهوش اي انبساط، فيا ريت ما تخليش المتعة او التسلية حجة عشان تهرب من واجباتك. لو كل الكلام ده مش واكل معاك ومش عارف تطبقه ممكن تتفرج على الفيديو ده بتكلم فيه عن ازاي تخلي عقلك يحب الشغل والمذاكرة والحاجات المهمة زي ما بيحب الجيمز والسوشيال ميديا. اعتقد انه ممكن يفيدك. شكرا لحسن استماعكم. السلام عليكم.